السلام عليكم مشاهدين ديالنا. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا مجددا في موضوع جديد. حلقة اليوم ماشي غير استعراض للأخبار، ولكن هي تشريح للواقع وقراءة ما بين السطور. اليوم غادي نحللوا ونناقشوا جوج ديال الملفات كيطبخوا على نار هادئة. الموضوع الأول هو هذا المسلسل السنغالي اللي تشعبات الخيوط ديالو ودخلوا فيه أطراف سلبية، وحنا عارفينهم شكون. ناس هدفهم الوحيد هو الصيد في الماء العكر وتشويه صورة المملكة ومحاولة جر المغرب الخطوات للوراء. ولكن هيهات، وغنكشفوا لكم كيفاش تحول هذا الملف المرآة فتحة البيادق اللي باغيين يهرسوا وحدة الصف الإفريقي. وفي الجزء الثاني غنمشيو نيشان لقلب القضية، الصحراء المغربية. غنهضروا على السعار الحقيقي اللي صاب الجارة الشرقية بعد التطورات الأخيرة اللي زلزلت الأركان ديالهم. ملي كيقرب الحسم كيكتر العويل، وحنا اليوم غنحللوا علاش هاد القفزات اليائسة ديال الكبرانات هي في الحقيقة مجرد رقصة الديك المذبوح قدام الدبلوماسية المغربية الرزينة. لكن قبل ما نبداو، يا ريت تدعموا هاد الفيديو بواحد لايك والبارتاج، واللي مهتم بالمحتوى ديالنا ينضم للقناة باشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. ونقول بسم الله. واش السنغال فقط من الناس وعاقوا باللي كانوا غير بيادق في واحد اللعبة أكبر منهم، ولا القضية فيها صحوة ضمير مفاجئة؟ الخبر اللي جا من دكار وغادي يزعزع قصر المرادية كيكشف كيفاش الجزائر استعملت الكرة باش تضرب المغرب، ولكن السحر انقلب على الساحر. اليوم غادي نكشفوا لكم علاش اعتراف السنغال بالمؤامرة هو رصاصة الرحمة على طموحات تبون في إفريقيا. بداية القصة ماشي في التيران، ولكن في المكاتب المكيفة. رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال اللي غارق في ملفات الفساد دار واحد الحركة اللي فضحت كل شيء. السيد مشى كيجري عند سفير الجزائر في السنغال كيعطيه قميص المنتخب السنغالي كعربون شكر. شكر على ماذا؟ واش السنغال ربحت الجزائر؟ لا، الشكر هنا كيأكد باللي الجزائر هي اللي كانت العقل المدبر لتخريب نهائي الكان ضد المغرب، وهي اللي مولات ديك الفوضى اللي شفناها. السنغال بغباء مسؤوليها عطت للمغرب الدليل المادي باللي كانت مؤامرة كرغولية بامتياز. بزاف غيقولوا واش السنغال ولات ضدنا، لكن الأمور ماشي هكاك. القضية فيها جوج حكايات. كاين الجناح اللي باغي يحافظ على العلاقات التاريخية مع المملكة، وكاين جناح عثمان سونغو وعبد الله فال اللي باغيين يجروا السنغال للمستنقع الجزائري. سونغو هو اللي دافع بملف الطاس ضد المغرب، حيث كيشوف باللي القوة المغربية عسكريا واستخباراتيا هي اللي حامية المنطقة، وهو باغي يهرس هاد النفوذ. يعني الصراع اليوم في دكار هو صراع بين الوفاء للمغرب أو الارتماء في حضن الكبرانات. ودابا غادي ندوزو للقضية اللي طيرت النعاس للجيران. واش حنا قدام نهاية مخيمات تندوف؟ هاد السيمانة وقعت شي حاجة في تركيا ما كانتش على البال، وهزت الأركان ديال النظام الجزائري وميليشيات البوليزاريو. بينما العالم لاهي، كواليس لقاءات أنطاليا خرجت بقرار أمريكي صعيب. 18 شهر وباي باي المخيمات الذل. اليوم غادي نحللوا هاد الزلزال الدبلوماسي، ونعرفوا علاش سويسرا دخلت حتى هي على الخط، وعلاش ناصر بوريطة كيضحك وهو مرتاح. هاد النجاح المغربي ماشي صدفة، بل هو نتيجة ضغط دولي كبير كاين في كواليس تركيا. ونبداو بالبلان السخون. شنو وقع في تركيا؟ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تلاقى مع مسعد بولس، الرجل القوي ومستشار ترامب. الهضرة اللي خرجت من الكواليس كتقول باللي الميساج كان قاصح. ميريكان ما بقاتش باغيه الصداع في هذه المنطقة، وبالنسبة لها الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والواقعي لهذا الملف اللي عمره 50 عام. الجديد الإخوان،
هو أن اللعب دابا ولا كاش. ميريكان وعبر المبعوث ديالها مسعد بولس حطت واحد الكرونو ديال 20 يوم قدام أحمد عطاف والنظام الجزائري. الميساج كان واضح وصريح: سالينا من الهضره الخاويه والمراوغه ورا البوليزاريو. دابا خاصكم تعطونا جواب رسمي وواضح بخصوص الانخراط في حل الحكم الذاتي. ميريكان دابا ما بقاتش كتقبل دور الملاحظ، بل كتعامل مع الجزائر كطرف مباشر خاصو يحسم الامور ديالو. واخطر ما راج في داك اللقاء هو واحد الجمله قالها بولس العطاف وخرج ليهم منها الشك. قال ليه: انتبهوا للاوضاع الداخليه ديالكم باش تفاداو الفوضى اللي جايه. هاد الهضره ملي كتخرج من مبعوث رئاسي امريكي وبناء على تقارير استخباراتيه راها ماشي مجرد نصيحه، بل هي تحذير ان واشنطن عارفه باللي النظام الجزائري وصل لدرجه كبيره من الهشاشه. المعنى هنايا هو ان العداء للمغرب واللعب بالنار في ملف الصحراء غادي يرجع عليهم بالوبال في قلب الجزائر. وفي الوقت اللي هما باقيين مصدومين من لقاء ميريكان جاتهم الدقة من سويسرا، الدولة اللي معروفة بالحياد. خرجت رسميا وقالت باللي مقترح المغرب هو الأساس الأكثر جدية وبراغماتية. هذا الموقف ماشي سهل، معناه أن أوروبا كاملة، فرنسا وإسبانيا ودابا سويسرا، غدا في جهة وحدة: السيادة المغربية. وهاد الابتسامة الدبلوماسية ديال بوريطا وراها خدمة كبيرة في كواليس الدول اللي عندها الكلمة في العالم. والمغرب وميريكان دابا انتقلوا لمرحلة التفكيك ماشي غير التدبير. المطلب الأمريكي كان صريح في تفكيك مخيمات تيندوف ورجوع الناس لبلادهم الأصلية. هاد المطلب هو الضربة القاضية لعقيدة 50 عام ديال الانفصال. واشنطن كتشوف باللي هاد المخيمات ولات بؤرة ديال الصداع وعدم الاستقرار، وحان الوقت باش هاد الملف يتسد نهائيا تحت السيادة المغربية. والجزائر دابا مطالبة حط بلان لهذا التفكيك. وإلا لاحظتوا البوليزاريو هاد الأيام غادية وكتغرق في التناقضات. في البداية شكروا ميريكان، ولكن غير داز لقاء تركيا خرجوا ببيان فيه لغوات وكيحذروا من المقاربات الأحادية. علاش؟ حيت شموا الريحة باللي الغطاء الدولي اللي كان حاميهم بدا كيتقشر. حتى الاتحاد الافريقي ما بقاش كيدي عليهم، واللعبة ديالهم القديمة ما بقى باغي يسمعها حد. وفي واحد المشهد مضحك ومبكي في نفس الوقت، عبد المجيد تبون ناض كيحلم بالليل وفاق الصباح باغي يقلد المبادرة الأطلسية اللي طلقها الملك محمد السادس. فتخيلوا معايا، باغي يقنع دول الساحل يخليو الموانئ الكاميرون ونيجيريا اللي قريبة ليهم ب1500 كيلومتر ويضربوا 4500 كيلومتر ديال الرملة والبيست باش يوصلوا لميناء جنجن في الجزائر. هاد التقليد المفضوح كيبين باللي تبون ما بقى عنده ما يدار من غير الكوبي كولي للمشاريع المغربية. وهاد السلوك كيبين باللي هاد الناس غير ناقلين وكيحاولوا يقلدوا المغرب من بعد ما فاتهم القطار. وهذا الشيء كيزيد يعمق العزلة ديالهم دوليا. ولكن الحسابات والأرقام كتقول ليه غير عطي راسك الراحة، المغرب راه هارب عليك بسنوات ضوئية. الجزائر دابا طاحت في واحد الفخ دبلوماسي واعر. إلا رفضت المهلة الأمريكية غادي تدخل في مواجهة مباشرة مع أمريكان وتخسر كاع الأوراق ديالها. وإلا نصاعت وقبلات بالحكم الذاتي وتفكيك المخيمات غادي تنهي داك البعبع اللي كانت كتخوف به الداخل الجزائري وكتبرر به الفشل ديالها. وفي كلا الحالتين النظام العسكري قدام لحظة الحقيقة: واش يختار السلم والواقع ولا يغمر بكرسيه وبلادو في سبيل قضية خاسرة. الخلاصة المشاهدين، الملف ديال تيندوف بدا كيتطور رسميا، والسنوات الجاية غادي نشوفوا تطورات كبيرة. واش كيبان لكم باللي 18 شهر كافية باش يتفك هذا المشكل نهائيا، ولا مازال غادي نشوفوا مناورات يائسة من الخصوم؟ في الختام خاصنا نفهموا واحد الحقيقة ثابتة:
المغرب العظيم راه ممليهش غير مع صداع السنغال وكواليس نهائي كأس إفريقيا، هذيك مجرد قشرة. فبينما سفير الجزائر في دكار مسكين كيبات مرعوب وكيدور بلي زونفولوب والسيارات وكيتوسل المسؤولين السنغاليين باش يشري ذممهم ويحرضهم ضدنا. كان ناصر بوريطة في سويسرا ولندن كيبدع برزانة وهدوء، والابتسامة العريضة ما مفرقاش وجهه، وهو كيحط اللمسات الأخيرة على ملفات ثقيلة كتقلب الموازين. المغرب اليوم المشاهدين كيعطي دروس فن الإدارة، لح ليهم عظيم وهو ملف السنغال والكرة باش يبقاو ملهيين فيه، يقددوا فيه ويبردوا فيه السعار والجنون ديالهم، بينما المملكة خدامة على صمت على رسم خريطة المستقبل اللي فيها الصحراء المغربية، والصحراء الشرقية جزء لا يتجزأ من هذا الوطن. كنتمناو من نظام الجارة الشرقية يكونوا استمتعوا بهذاك العظيم اللي عطاه لهم المغرب في هذه المرة، ويكونوا بردوا فيه شوية ديال الغدايد، حيت القادم غيكون أصعب. المغرب غادي في طريقه والقافلة تسير. عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة، ونتلاقاو في حلقة جاية بإذن الله.